السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أن ألتقي معكم في هذه القناة المتواضعة، والتي سنتحدث فيها اليوم بإذن الله عن الفرق التي تأهلت بشكل رسمي في دوري أبطال إفريقيا. فبعد مرور الجولة السادسة تأهلت مجموعة من الفرق بشكل رسمي، وهي التي سنتحدث عنها كما قلت في هذا المقطع. فدعونا بدون أن نطيل أن ندخل في صلب الموضوع. ففي المجموعة الأولى تمكن من التأهل بشكل رسمي بيراميدز برصيد 16 نقطة. في الوصافة تأهلت نهضة بركان ب10 نقاط، هذا فيما يخص المجموعة الأولى. أما إذا انتقلنا للحديث عن المجموعة الثانية، فتأهلت الأهلي في المركز الأول برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني تأهل الجيش الملكي المغربي برصيد 9 نقاط. أما بخصوص المجموعة الثالثة، فتأهلت الهلال السوداني برصيد 11 نقطة. صن داونز في الوصافة ب9 نقاط أيضا تأهلت بشكل رسمي. أما بخصوص المجموعة الرابعة والأخيرة، فتأهل الملعب المالي برصيد 11 نقطة في المركز الأول. تأهل ترجي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. فكانت هذه هي الفروق التي تأهلت بشكل رسمي إلى الدور المقبل في مسابقات دوري أبطال إفريقيا. ألف مبروك لهذه المنتخبات، ونتمنى أن تقدم لنا فرجة ممتعة وكرة رائعة جدا في الدور المقبل، وهذا ما ننتظره جميعا كمشجعين وكمتابعين لكرة القدم، بعيدا عن كل الأمور الأخرى. فقط نريد أن يفوز فريقنا، وأيضا أن نرى المتعة الكروية، وأيضا المفاجآت الكبيرة جدا التي تجعل من مشاهد كرة القدم يحب هذه اللعبة أكثر وأكثر. بمناسبة ألف مبروك للفريقين المغربيين الذين تأهلوا بهذه المناسبة، نهضة بركان كما قلت في الوصافة، والجيش الملكي أيضا في الوصافة. ألف مبروك لهم، ونتمنى لهم أن يصلوا إلى النهائي إن شاء الله، ولما لا أن يحقق أحدهم اللقب إن شاء الله تعالى وبركاته. هذا ما يوجد في هذا المقطع. أشكركم الشكر الكبير على حسن المتابعة، وكذلك على تفاعلكم المتواضع. شكرا من القلب، ومرحبا بكل صديق جديد في هذه القناة المتواضعة. نلتقي في مقطع آخر وفي موضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.